صباح الخير بتوقيتي، انا هدى والاسبوع ده هنقضي سوا يا جماعه. انا متاخره جدا فانا هنزل. اوكي دلوقتي عندي تدريب الروبوت. تدريب الروبوت بيكون عندي يومين في الاسبوع. المهم يا جماعه، الاسبوع اللي فات انا ما روحتش اي حاجه خالص، ولا رحت تدريب الروبوت ولا رحت الكورس بتاعي ولا رحت اي حته عشان كنت عيانه. فالحمد لله ان انا الاسبوع ده كويسه الحمد لله. المهم احنا هننزل دلوقتي حالا عشان انا متاخره فعلا. يلا بينا. حاسس ان هو مسك يا جماعه يا نهار ابيض صوتي مش موجود. النهارده عندي تدريب الروبوت والكورس اللي في الدقي الاتنين مع بعض في نفس اليوم. ان شاء الله يكون يوم سهل، ان شاء الله ما يكونش يوم متعب يعني. امبارح بجد انا رجعت من الكورس تعبانه جدا. انا مش عارفه ازاي يعني، ما اعتقدش اني بكون تعبانه كده في العادي، بس مش مشكله عادي يعني، مش مشكله بصراحه. الطريق والمواصلات يتعبوا بصراحه. كان يوم اصلا سوبر فان في الكورس. المفروض ان النهارده اخر سيشن عملي، ويوم التلات اخر سيشن نظري، وبعد كده في بقى زياره للجيم بانك وكده. بجد كان كورس رائع فعلا يا جماعه، كان كورس تحفه. انا كنت مبسوطه جدا فيه وكان فعلا جميل. يا جماعه انا هنزل دلوقتي عشان ما اتاخرش وبس، يلا بينا. اهلا يا اصدقاء. الظهر لسه بيأذن، ثانيه نستنى وبعدين نبقى نتكلم. انا حاسه ان الفيديو ده عباره عن عشوائيات، بس حرفيا هي دي الحياه عشوائيه. اوكي وانتوا لازم تتقبلوا ده عشان انا متقبله ده وعامله نفسي مش واخده بالي. لا طبعا انا واخده بالي. المهم يا جماعه، النهارده يوم الاحد. هتتشقلبوا ولا ايه؟ اثبتوا ما تتشقلبوش. النهارده يوم الاحد، مش هعمل اي حاجه في حياتي، هفضل قاعده في البيت. هعمل ايه؟ هتفرج على يوتيوب فيديوز زي ما انا هعمل دلوقتي حالا، وانضف الزرع علشان هو محتاج ينضف. اوكي، واعمل ايه تاني؟ ممكن ارتب دولابي عشان دولابي كان عباره عن كوارث. عشان انا بجد بحب احط حاجات عشوائيه في الدولاب، برمي الكاب في الدولاب، برمي ممكن اي حاجه في الدولاب فبتبقى فوق بعضها. فهرتب الدولاب، وممكن ارتب الادراج كمان. انا عايزه ارتب الادراج بتاعتي، الدرج اللي هو انا بشيل فيه الجورنالز والحاجات بتاعتي والكتب وكده. عايزه ابدله، مش عايزه احطه جنبي هنا عشان انا في الغالب ما بستخدموش كتير. فعايزه احطه في الادراج البعيده شويه علشان كده كده ما بستخدموش كتير. واستغل التاني بقى احط فيه بقى شاحن اللاب مثلا، لو في حاجه انا بستخدمها بشكل كتير وكانت بعيده عني هقربها مني. المهم ان النهارده هيكون يوم عباره عن ترتيب وتنظيم وترويق بالظبط كده، علشان انا هفضل قاعده في البيت. انا بقالي كتير جدا ما بقعدش في البيت. يا ربي مش عايزه كأني يعني ايه المشغوله، بس انه انا على طول بره البيت، فلما بقعد في البيت ببقى مبسوطه، بس لو قعدت في البيت كتير ما ببقاش مبسوطه. مين بيقعد في البيت كتير وبيبقى مبسوط؟ بس انا استمتع. هل ده الفيديو اللي انا عايزه اتفرج عليه؟ ما اظنش. عايزه اتفرج على ايه النهارده؟ نتفرج على ايه؟ ماشي. المهم يا جماعه، بس خلاص. انا كده خلصت. هقعد ارتب الزرع عشان بجد يا جماعه مضايقني جدا ان في ورق اصفر. بصوا البوتس ليه دي موجوده ورقه صفرا؟ هو ده تنظيف الزرع على فكره، انه بمسك الورق الاصفر اقطعه كده ونقوم رامينه في الباسكت. في باسكت جنبي هنا ورقه صفرا كمان تتقطع، بس كده ادينا فرصه للورق الاخضر انه يعيش بطريقه احسن. واغير الميه بتاعته لو الزرع ده عايش في ميه. لو الزرع مش عايش في ميه وعايش في تربه، ما بغيرش التربه بتاعته طبعا. تو ماتش مش هعملها اصلا. مش المفروض ان احنا نعملها، ان احنا اصلا ننقل الزرع من بوت لبوت تاني بتكون عمليه صعبه بالنسبه للزرع. كانكو نقلكو نقلتوا بيتكم. بس استنوا يا جماعه هوريكم حاجه جامده جدا. سنيك بلانت اللي انا جبتها من الشارع، حاسه ان انا كاني بذلها ان انا جايبها من الشارع، بس انه لو مش فاكرينها فافكركم ان انا كنت جايباها من الشارع. بصوا طلع منها حته ازاي وكبرت، بقت رائعه بجد، رائعه الجمال. انا حاسه ان انا ام سعيده، ام شاطره. يا رب تفضل عايشه يا رب.
يا رب تفضل عايشه، يا رب ما تموتش، يا رب ما يحصلش اي حاجه، ولا يحصل لها اي حاجه، ربنا يحفظك. واوريكم يا جماعه كمان دليل ان انا ام شاطره. بصوا النونه دي، وفي نونات من فوق برضو. بجد زرعي عايش حياه رائعه. طول ما زرعي سعيد انا سعيده، طول ما زرعي بيموت انا مش سعيده، مش سعيده. يلا بينا بقى. ايه، انا مش عارفه بصراحه انا حاسه ان انتوا هتتشقلبوا، المهم انا هفتح اليوتيوب فيديو وهرتب الحاجه وبس. تمام يا جماعه، النهارده يوم الاثنين. برضو ما عنديش اي حاجه الصبح، فعملت جورنالينج اول ما صحيت الصبح. السؤال اللي انا استخدمته النهارده هو ايه الحاجات اللي انا مدينه لنفسي بيها. السؤال ده انا كنت فاكراه يعني معناه انه سلبي، انه ايه الحاجات اللي انا مدينه بنفسي بيها، يعني حاجه انا قصرت بيها اتجاه نفسي وما عملتهاش، فبالتالي انا مدينه لنفسي بيها. بس واحده من اصدقائي قالت لي يعني خلتني اخد بالي انه هو ممكن يكون معنى ايجابي، ممكن انه حاجه انا مدينه لنفسي بيها حاجه حلوه عملتها لنفسي، فبالتالي انا مدينه لنفسي بيها. ففعلا حسيت انه صح، طب ما السؤال يمشي كده. وفعلا دي ميزه اسئله كتابه اليوميات، انه اي حد ممكن يفهمه باي طريقه ويجاوب عليه باي شكل، وبتكون مختلفه جدا من شخص للتاني. فبجد حسيت ان انا مبسوطه قوي انه يعني طلع السؤال فعلا ليه كذا معنى. وبعد كده لما انا عرفت كده، فوانا بكتب يومياتي انا عملت ايه، انا عملت زي سطرت بالنص كده حاجات ايجابيه وحاجات سلبيه، والحاجات الايجابيه اللي انا مدينه لنفسي بيها والحاجات السلبيه اللي انا مدينه لنفسي بيها. فعلا حسيت ان السؤال ده عميق كده ولازم اقعد افكر كده وانا بعمله. وفعلا دي ميزه اسئله كتابه اليوميات، فعلا بحس انها اكتر من رائعه ومعبره وبتعرفني على نفسي. فبجد يا جماعه لازم تجربوهم. انا بنزلهم على طول على انستجرام، فممكن تروحوا انستجرام هتلاقوهم موجودين. وفي كمان سلسله انا عاملاها اسمها 30 يوم من كتابه اليوميات، فيها بقى تدريبات واسئله وحاجات اعمق بكتير وجميله جدا. فعلا جربوا كتابه اليوميات، سوبر رائعه. بعد كده في نفس اليوم اخيرا خرجت مع هنا ونور صحابي، بجد كان بقالي كتير جدا ما شفتهمش. احنا بنعمل نجمه. انت عايزه ايه بقى؟ نعملي نجمه. هاتي صباعك ايدك التانية. خد انا عندي سؤال. انا هعمل كده وانتي اعملي انت التانية. انا كنت اهي كده احسن شويه. لا اظن انا ايدي مبطبطه. ايدك تطلع كده يا زكيه كده حتى الفتحه يعني انتوا ايه مش عاجبكم؟ يلا يا هدى يا غبيه. كلكم اغبى من بعض يا غبيه يا جماعه. لا محتاجين نشوف توتوريال يا بنتي. بصي ايدي معموله ازاي، اعملي زيها بلاش زكاوه. هي نور عامله زيها. لا بس انت عامله بنفس الناحيه. اوكي كده ايوه كده صح. ايوه لا حول ولا قوه الا بالله. اتعمل نايس، اتعمل حلو على فكره. استنى نحط قلبه في النص كمان. نايس. انا عايزه احب نفسي، عايزه يا جماعه النهارده يوم 15/8. يعني ايه النهارده يوم 15/8؟ يعني عيد ميلادي بعد 5 ايام. انا بصراحه ما بهتمش قوي بعيد الميلاد، بس بكون متحمسه لحاجه واحده بس، وهي رساله اللي انا بكتبها لنفسي كل سنه. هقول لكم انا كل سنه وقت عيد ميلادي، اوكي، في يوم عيد ميلادي بالظبط بعمل ايه. اصلا المفروض ما اقولش عيد ميلادي، المفروض اقول يوم ميلادي. اوكي، في وقت يوم ميلادي تمام، في وقت يوم ميلادي، في يوم ميلادي. اوكي خلينا نركز. بكتب لنفسي رساله، الرساله دي ممنوع ان انا اقراها في اي وقت غير حوالين يوم ميلادي لما اجي اكتبها تاني، اللي هي الرساله بتاعت السنه اللي بعدها. اوكي، فيعني دي الجورنال بتاعت 2023 تمام. في الجورنال بتاعت 2022 هي الرساله اللي انا كتبتها لنفسي السنه اللي فاتت، فانا هطلعها واقراها دلوقتي. انا بجد بكون متحمسه جدا وانا بقراها. ممكن يكون في اجزاء منها انا مش يعني هقصقصها في الفيديو عشان انا مش حابه ان انا اشاركها، ممكن حاجات كده، بس ما اظنش بصراحه، معرفش، هنشوف هنكتشف. يلا بينا. انا نسيت ان انا غيرت الدرج. هروح الدرج اللي هناك بقى اجيب الحاجه واجي. عيد 2022 انا بجد يا جماعه انتوا مش متخيلين بكون متحمسه ازاي. ببقى عايزه اعرف، هو انا اللي كتبتها اوكي،
بس ستيل ببقى عايزه اعرف انا تفكيري كان عامل ازاي السنه اللي فاتت، عشان بيكون ممنوع بالنسبه لي ان انا اقراها في اي وقت غير حوالين يوم ميلادي كده، عشان لما اجي اكتبها التانية يعني. بسم الله. يوم 20/8 غيني. بسم الله له. يلا بسم الله. بصوا اول جمله مكتوبه: عزيزتي هدى، انا مش في اسعد حالاتي في الواقع، انا حزينه جدا واتمنى من كل قلبي وانتي بتقراي الكلام ده السنه الجايه تكوني اسعد مني بكتير، بجد اتمنى تكوني سعيده. يا ربي تأثرت. اوكي، بعد كده في حاجات يا حبيبتي يا ربي، في حاجات كتبتها يعني انا كاتبه ان انا مش قادره اكتب عن سبب حزني وقتها كان ايه. يا ربي انا مش متخيله فعلا. واه هكمل. كمان كاتبه ان انا اكتشفت ان الشاي الاخضر وهو ساقع احلى بكتير، واو بقالي سنه مكتشفه الاكتشاف الرهيب ده. نايس. واحد الصفحه 2 4 صفح 4 صفح. ليه؟ عشان لو انا مش هكتب جواب لنفسي مين هيكتب لي جواب؟ مش معقول يعني. المهم نايس. كاتبه ان انا لسه ما اتعلمتش السواقه. جس وات يا هدى، جس وات، لسه ما اتعلمتش السواقه برضو. تقريبا مش هتعلم السواقه في حياتي كلها. الحاجه الوحيده اللي مخلياني حاسه دلوقتي انه واو ايه ده، ان وانا بكتب انا عماله اكتب يا رب تكوني سعيده وانتي بتقراي الكلام ده، يا رب تكوني اسعد من يعني يا رب هدى وهي بتقرا تكون اسعد من هدى وقتها وهي بتكتب، واللي هي حاجه يعني الحمد لله. انا فعلا الحمد لله دلوقتي اسعد بكتير من الوقت ده. بس واو بجد مش متخيله. اخ بجد. ايه يا هدى ده؟ ايه يا بنتي يا مسكينه؟ في الاخر كاتبه يا رب انتي تكوني احسن واسعد وانجح. يا ربي كان تو ماتش. ما تزعليش يا هدى بتاعت 2022. انا كويسه الحمد لله. بجد حاسه ان انا هعيط. ايه ده؟ بس خلاص بجد يا جماعه، دي اروع حاجه بعملها من سنه لسنه، اروع حاجه بعملها يعني بجد. يعني سقفه لنفسي عشان انا شاطره بجد. مش متخيله بجد. انا حاسه دلوقتي ان انا كونكتد قوي بنفسي بتاعت السنه اللي فاتت، عشان انا حاسه المشاعر اللي هي كانت حاسه بيها وقتها دلوقتي، اللي هي مين اللي انا كنت حاسه بيها وقتها. بجد حاسه انا سعيده ان انا بعمل ده. ويا بجد لو انا موجوده، لو انا السنه اللي فاتت قاعده قدامي هحضنها، فانا هحضن الجنة بدلها عشان هي تستحق حضن كبير. وبس كده يا جماعه. النهارده عندي كورس. النهارده اخر ليكتشر في الكورس. مش متوقعه انا بقول كده. يا بجد انا حبيت الكورس ده جدا، كان رائع، كان مسهل، اديله 10/10 ونجمه. ان شاء الله هقابلكم تاني في الفيديو تاني مكملين سوا. بس كده يا اصدقاء، ده كان فيديو النهارده. اتمنى تكونوا قضيتوا وقت ممتع وانتوا بتتفرجوا عليه. ما تنسوش تشربوا ميه كفايه وتقولوا اذكار الصباح والمساء. وبس كده، يلا سلام.